قصتنا اليوم غريبة ومقلقة جدا، فيها مفارق عجيبة ممكن نلخصها كلها في رقمين اتنين بس. 90 ثانية بس. تخيلوا، هذه هي كل المسافة اللي تفصل بين بيت إيميلي نوبل والمكان اللي لقوا فيه جثتها. مسافة انقطع مشي بدقيقة ونص. 115 يوماً، هذا هو الوقت اللي أخذوه عشان يلاقوها. السؤال اللي يطرح نفسه بقوة هو كيف ممكن إنسانة تختفي وبعد كل هالوقت الطويل يلاقونها بمكان قريب جدا من بيتها؟ هذا هو التناقض اللي راح نحاول نفهمه اليوم. القصة كلها تبدأ في مدينة ويسترفيل بولاية أوهايو، مدينة هادية وما فيها مشاكل. في 25 مايو 2020، يعني بعد يوم واحد بس من احتفالها بعيد ميلادها 52، اختفت إيميلي نوبل عن الأنظار. طيب، وش اللي صار بالضبط ذاك الصباح؟ حسب كلام زوجها ماثيو، هو شافها آخر مرة الساعة 12 بالليل، بعدها راح ينام بغرفة ثانية، ولما صحي الصبح إيميلي ما كانت موجودة. بس الغريب إن كل أغراضها الشخصية كانت بمكانها، جوالها، محفظتها، مفاتيحها، كل شيء. والأكثر غرابة إنه انتظر لبعد الساعة 5 العصر عشان يبلغ الشرطة. طبيعي، من أول لحظة كل الأنظار اتجهت للزوج. تصرفاته وتاريخه خلوه المشتبه به الرئيسي في القضية على طول. وهنا بدأنا نشوف صورتين متناقضتين تماما. قدام المحققين ماثيو كان يقول أنا كتاب مفتوح، ويحاول يظهر بمظهر الزوج القلق والمتعاون، لكن أصحاب إيميلي المقربين كانوا يرسمون صورة مختلفة تماما، صورة رجل غيور مسيطر وعايش على فلوسها بالكامل. وتصرفاته المقلقة كانت كثيرة. يعني هو ما اتصل بالشرطة من نفسه، صديقة إيميلي هي اللي ضغطت عليه، ولا مرة شارك في البحث عنها، وكان مشغول بحذف أي تعليق يشكك فيه على فيسبوك. ولما سووا له اختبار كشف الكذب فشل فيه. وفوق كل هذا طلع عنده سابقة عنف منزلي مع زوجته السابقة، والتهمة كانت محاولة خنق. مرت 115 يوما من البحث المكثف بدون أي نتيجة، وفجأة مجموعة من الناس كانوا يتمشون بالطبيعة لقوا بقايا بشرية. الصدمة كانت في مكان الاكتشاف، كان قريبا بشكل لا يصدق من بيت إيميلي. هنا النقطة الحاسمة اللي حيرت الكل. 1.5 دقيقة مشي، هذا كل اللي يفصل بين باب بيته والمكان اللي لقوها فيه. كيف الشرطة والمتطوعين ما انتبهوا لهذا المكان شهور طويلة؟ هذا السؤال اللي أثار غضب الناس. للوهلة الأولى المشهد كان يوحي بأنها حالة انتحار. لقوا الجثة معلقة بسلك USB، لكن هل هذه هي الحقيقة فعلا؟ تقرير الطب الشرعي كان هو اللي راح يقلب كل شيء رأسا على عقب. الأدلة اللي انكشفت كانت راح تنسف نظرية الانتحار تماما وتغير مسار القضية كلها. قبل ما نشوف النتائج، خلونا نتكلم عن دليل مهم جدا اسمه العظم اللامي. هذه عظمة صغيرة على شكل حرف يو موجودة في الرقبة. اللي يميزها إنها نادرا ما تنكسر إلا في حالات الخنق اليدوي العنيف، فلو لقوا فيها كسر هذا يعتبر دليل قوي جدا في تحقيقات القتل. ونتائج الطبيب الشرعي كانت مذهلة. لقى كسر في العظم اللامي، وكسور متعددة في الأنف والفك العلوي، وتلف في الغضروف. الخلاصة كانت واضحة وما فيهاش أي شك. إيمي ما انتحرتش، هي تعرضت لاعتداء عنيف جدا وماتت مخنوقة، وبعدها تم التلاعب بمسرح الجريمة عشان يبان كأنه انتحار. والآن خلونا نروح للمحكمة. القضية هنا تحولت لمعركة بين روايتين مختلفتين تماما. الادعاء كان يبني قضيته على الأدلة الظرفية وتصرفات الزوج، أما الدفاع فركز كل جهده على التشكيك في تحقيق الشرطة نفسه. الادعاء قال: شوفوا، ماثيو عنده الدافع، عنده الوسيلة، وعنده الفرصة. تصرفاته كلها تثير الشك، وتقرير التشريح يثبت إنها جريمة قتل عنيفة. لكن الدفاع كان رده طوي. قالوا: لحظة، الشرطة فشلت، وبكل بساطة كانوا يدورون على أي شخص يلبسونه التهمة. وقالوا إنه العظام اتنقلت كثير، ويمكن الكسور هذه صارت بعد الوفاة أصلا بسبب سوء التعامل معها. والأهم من كل هذا، ما في أي دليل مادي مباشر يربط ماثيو بالجريمة. وعشان نعرف مدى خطورة التهم، المحكمة حددت كفالة ماثيو مور بمبلغ ضخم جدا، $2.5 مليون. بعد أسابيع من الشهادات والمرافعات، المعركة القانونية وصلت لنهايتها، لكن الحكم النهائي ما جاب أي إجابات، بالعكس أثار أسئلة أكثر. بعد 3 ساعات بس من المداولات، هيئة المحلفين رجعت بقرارها. القرار كان غير مذنب. تمت تبرئة ماثيو مور من كل التهم، وخرج من قاعة المحكمة رجل حر. وهذه نقطة مهمة لازم نفهمها. صح، هو أخذ براءة، لكن القانون ما زال يعتبر وفاة إيميلي جريمة قتل.
الحكم يعني ببساطة إن الادعاء ما قدر يثبت إن ماثيو هو القاتل فوق أي شك معقول. القضية ما زالت مفتوحة رسمياً. وهذا يتركنا مع سؤالين محيرين ومقلقين. إذا ما كان الزوج هو المسؤول، أجل مين اللي قتل أميلي نوبل؟ وإذا كان هو الفاعل فعلا، كيف ممكن تحقيق فيه كل هذه الثغرات يوصلنا لفشل مأساوي للعدالة؟ لغز 90 ثانية إلى اليوم ما زال بدون حل.